البورد الامريكي للتمريض، الحمد لله بعد ما نجحت فيه عامل لكم الفيديو ده عشان نتكلم على كل التفاصيل. ما تنساش بس تعمل لي لايك واشتراك وتحفظ الفيديو ده عشان نحتاج منه معلومه. يعني ايه البورد الامريكي للتمريض؟ انت بتحصل على ترخيص مزاوله المهنه اخصائي تمريض او ريجسترد نيرس داخل الولايات المتحده الامريكيه، وده يعتبر اول طريق ليك انك انت تهاجر الولايات المتحده الامريكيه. طيب مين المؤهل ان هو يحصل على البورد ده؟ اللي هو خريج الكليه ومعاه ترخيص مزاوله المهنه مكتوب فيه اخصائي تمريض. بيتم ازاي؟ اول حاجه انك انت بتعادل الشهادات بتاعتك، بعد كده بتسجل على البورد، بعد كده بتسجل على حاجه اسمها بيرسون فيو وتحجز الاختبار بتاعك. تمام، نقطه نقطه كده. تعادل الشهادات بتاعتك عن طريق شركه من الاثنين، شركه جوزيف سيليني او شركه CGNFS. كل شركه لها عيوبها ومميزاتها ممكن نتكلم عليها بعدين. بعد كده انك انت بتسجل على البورد مناسب لامكانياتك، سواء اذا كان معاك لغه او انك انت عدد الساعات بتاعتك تكون مناسبه للبورد ده. وليكن هنتكلم على بورد تكساس. بسجل على البورد، وبعد ما بسجل عليه بيبقى عندي اختبار داخل البورد اونلاين بعديه. بعمل حاجه اسمها البصمات دي بنبصم وبتروح للFBI في الولايات المتحده الامريكيه، وبعد ما بتاخد الموافقه على البصمات بتاعتك بيبقى عندك نقطه اسمها حساب البيرسون فيو. حساب البيرسون فيو ده يعتبر سنتر من خلاله بتقدر انك انت تحصل على الامتحان داخل السنتر ده. تمام. بعد ما بتسجل على البيرسون فيو بيطلع لك حاجه اسمها ATT اللي هو اوثرايزيشن تو تيست، انك انت ليك الاحقيه انك انت تخش الاختبار ده. اصلا ايه هو الاختبار بقى؟ الاختبار ده اسمه NCLEX-RN. تمام. NCLEX-RN ده اختصار للهيئه اللي بتديك ترخيص مزاوله المهنه كتمريض زي ما احنا قلنا داخل الولايات المتحده الامريكيه. ريجسترد نيرس في الولايه اللي انت سجلت عليها البورد. معنى كده ان انا مش هينفع اشتغل الا في الولايه دي؟ لا، بيحصل حاجه تانية اسمها اندورسمنت ده اللي هو بتنقل كل التراخيص بتاعتك من الولايه اللي انت فيها للولايه التانية لو الشروط بتاعت الولايه التانية تنطبق عليه.